ده الادله كمان بتقول ان الحضاره المصريه القديمه عمرها اقدم بكتير من 3200 سنه قبل الميلاد زي ما احنا فاكرين، وانها ممكن تكون بدات من 12000 سنه. عايزك تركز معايا عشان اللي جاي هيغير تفكيرك تماما عن الحضاره المصريه. حسب الاكتشافات الحديثة اللي عملها خبراء في علم الجيولوجيا، علامات التآكل الموجودة في جسم أبو الهول والحوض المحيط بيه، الشيء الوحيد اللي ممكن يسببها بالمنظر ده هو كمية ضخمة جدا من المية اللي فضلت تحتك في جسم التمثال لسنين طويلة جدا علشان تسبب الآثار دي. والمفاجأة بقى إن الفترة الوحيدة اللي حصل فيها ظروف بيئية تقدر تسبب الآثار دي على جسم أبو الهول كانت فترة العصر المطير، فترة مرت على الأرض من زمان جدا، وفضلت المطرة فيها مستمرة على سطح الكوكب بدون انقطاع لمدة 20000 سنة تقريبا لحد ما انتهت من 7000 سنة. ومعنى الكلام ده ان ابو الهول كان موجود من اكتر من 7000 سنة كاملين. والمبهر اكتر من كل اللي فات ان على حسب كلام علماء الاثار برضو وحسب الاكتشافات المتعارف عليها في علم المصريات، فالمفروض ان كل تماثيل ابو الهول المكتشفة في كل حتة في مصر بتكون عبارة عن تمثالين محطوطين قدام بعض. والغريب بقى في الموضوع ان ده موجود في كل الاماكن الاثرية اللي فيها تماثيل ابو الهول الا في مكان واحد بس، اللي هو تمثال ابو الهول اللي موجود في الجيزة، في منه واحد بس، ومعنى كده ان في واحد تاني مختفي. وطبعا هتقولي يا غالي وده ايه علاقته بالموضوع؟ انا عايزك بقى تحضر نفسك للصدمه اللي جايه. في خبراء وباحثين بيقولوا ان تمثال ابو الهول الثاني اللي المفروض كان التمثال اللي يبقى باصص عليه مش موجود في الارض بل هو في السماء، وده عشان لو رجعنا للنظريه اللي بتقول لك ان الاهرامات اتبنت من 10500 سنه قبل الميلاد وشفنا شكل السماء ساعتها كان عامل ازاي، هتقابلك المفاجاه المذهله ده لان السماء ساعتها كانت قدام ابو الهول بالظبط. كان في لايك كونستليشن او زي ما بيتقال عليها نجوم كوكبه الاسد، وده بالظبط زي ما هو باين من اسمها، شكلها على شكل اسد نفس تمثال ابو الهول. يعني النجوم دي كانت رمز لابو الهول الثاني اللي المفروض كان يبقى مواجه لتمثال ابو الهول الاصلي اللي نعرفه دلوقتي، بس برمز سماوي مناسب لعقائد المصريين القدماء. وبكده يبقى تاريخ ابو الهول الحقيقي هو الاهرامات بيرجع لاكتر من 12500 سنه، والكلام ما بينتهيش هنا، وده لان الحضاره المصريه القديمه تعتبر واحده من اكبر واغرب الالغاز الموجوده على سطح الكره الارضيه دلوقتي، ومعظم تاريخها ما زال مجهول لينا حتى الان، ولسه في الغاز غامضه ومذهله عنها كتير. بس كده دي الخلاصه. ما تنساش تقول لي رايك، هل ممكن تبقى الابحاث والنظريات الحديثه دي صحيحه ويكون تاريخ الاهرامات وابو الهول الحقيقي راجع لاكتر من 12500 سنه، وتكون في حقيقتها مش مجرد مقابر بل هي وسائل لتوليد الطاقه الكهربائيه لاسلكيا؟ وهل ممكن فعلا يكون في حضاره مفقوده كانت عايشه على ارض مصر زمان وكانوا بيستخدموا الكهرباء وعندهم تكنولوجيا حديثه، ولا كل ده مش اكتر من مجرد خيال ونظريات ملهاش اصل ولا اساس؟ هستنى اعرف رايك في التعليقات، وما تنساش اشتراكك الجميل يا غالي، في حلقات جايه كتير.